زميلي الاخضر بالريش، والشكر موصول لضيفيك العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى استاد المدينه التعليميه هنا في العاصمه القطريه الدوحه، والمواجهه العربيه بين نادي الدحيل منظم هذه البطوله طبعا تحت اشراف الفيفا، وبطل افريقيا لدوري ابطال افريقيا نادي الاهلي المصري بعشاق وجماهيره الحاضرين في المدرجات يصنعون صورا جميله في مدرجات هذا الملعب، وسيصنعونها أكيد أثناء هذه المباراة، يعطونا نكهة خاصة في ظل هذا الغياب الجماهيري الكبير في جل المباريات التي نتابعها على شاشات التلفزيون. ضربة الانطلاق أعطيت أولى الكرات هناك بسام الراوي رفقة كريم بوضياف. الحذر الشديد من كلا الجانبين. تسترجع الكرة من مهدي بن المنافس لأنه محترم، شيء طبيعي. وفي الكرة كرة صعبة، الدفاع طاهر محمد الطاهر كاد يفعلها من امام صلاح زكريا. الاهلي تنفذ بعيده في القائم الثاني من معلول، والكره الراسيه من والتر بواليا. مرت سلامات هنالك عمرو سولية، علي معلول، والكره سهله بين احضان الحارس الشحات. الكرة خطيرة والدفاع يصد. الشحانكة علي معلول، وسهل الكرة لصلاح زكريا يلتقطها من امام حمدي بريك في التوزيع القائمة الثاني بالراس، والدفاع يدخله بكل سهولة، تروح مباشرة لمحمد الشناوي. دفاع الاهلي مع المدهاني من هنالك على الجهة اليمنى. هاي كرة صعبة في العمق وتغطية دفاعية عن طريق احمد ياسر يخرجها في التماس ليسرى، وكذلك رفقة علي معلول. تغطية دفاعية تشعل هكذا بفضل التليفونات طبعا. هادو ترحما على شهداء نادي الزمالك. بالعمق يطلبها كريم بوضياف داخل منطقة عمليات بالعقب، معار من نادي بالميراس. الكرة البعيدة في القائمة الثانية والتغطية الدفاعية، طلبها على الجهة اليسرى اللاعب بواليا، والحكم يقول كرة بعيدة، تغطية من بناطية تروح لبسام الراوي. في خطأ هنا لصالح بسام الراوي بعد التدخل من حمدي فتحي هنا دون ضغط على حكم المباراة. راح يخرج البطاقة الصفراء لحمدي فتحي على هذا التدخل. خطيرة، تسديدة، بابا جول. قلت لكم بأن السر يكمن عند حسين الشحات، يفعلها حسين، استلمها حسين وسددها الشحات وسجلها الاهلي هدف اول. يا سلام، الدقيقة 30 يفك شفرة المباراة حسين الشحات ويهز الشباك ويفتح مجال التسجيل الاهلي. اللعبة ولا اروع من حسين، استلمها وسددها وسجلها جول. هاي اللعبة ضيعها كريم